السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن صحة. معكم افنان حبيب، فيديو جديد النهارده ان شاء الله. اتمنى ان هو يعجبكم. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين دبابيس الفراخ المقرمشة او كنتاكي. بنشتريها من بره، كلنا بنحبها وطعمها تحفة. هنعملها في البيت بطريقة حلوة جدا وبطريقة نظيفة. تتبيلة سهلة جدا. اتمنى النهارده يا رب ان هي يعجبكم. يلا نبدأ نشوف الطريقة ايه. بس قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بأي فيديو جديد بنزله ان شاء الله. هنعملها بطريقه سهله من غير ما نسلقها. انا ما بحبش اسلقها بصراحه. اكننا بنسلق فراخ وبنحمرها، مش كنتاكي ولا حاجه. زي ما شايفين اللحمه من جوه ابيض ازاي ومستوي، ما فيهوش اي دم خالص. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. انا معايا هنا دبابيس، مش كميه صغيره مش كميه كبيره، نص كيلو بس كفايه. انت ممكن تستخدموا دبابيس او ممكن تستخدموا فرخه وتقطعوها على 8 عشان تلحق تستوي معانا. والدبابيس هنا لازم تكون صغيره مش كبيره عشان تلحق تستوي برضو. اول حاجه جبت الدبابيس وعملتها كده بسكينه رفيعه، عملت فيها خرام كتير كده عشان تشرب التتبيله كويس. تاني حاجه نقعتها في محلول. المحلول عباره عن ايه؟ انا هنا نقعها من امبارح بالليل. نقعها في شويه ميه، حاطه فيهم معلقه سكر ومعلقه ملح ومعلقه خل. المحلول ده بيشيل اي زفاره واي دم من الفراخ. بصوا انا نقعها من امبارح بالليل وشايفين لون الميه عامله ازاي. زي ما قلت لكم المحلول ده بيشيل اي زفاره من اي فراخ او اي طيور عامه. اعملوه وهيديكم نتيجه مضمونه. غسلت الفراخ ونشفتها كويس جدا. وهنا معايا تتبيله بسيطه جدا جدا جدا. معايا هنا نص كوبايه من اللبن الرايب. لو مفيش لبن رايب ممكن نستخدم زبادي ونخفه بشويه لبن. ومعلقتين خل. ومعايا البهارات، معلقه صغيره من الملح والزعتر، بهارات الفراخ وثوم البودر والبصل البودر والبابريكا، ونص معلقه صغيره من فلفل اسود، ممكن تستخدموا فلفل ابيض وكركم او كاري. اول حاجه هخلط التتبيله دي كويس جدا مع بعض. زي ما انتم شايفين حطيت اللبن الرايب وهحط عليه الخل. احط عليه كل التوابل ديت واقلبهم كويس جدا. لازم نقلب التوابل كويس جدا جدا عشان كل التوابل تختلط ببعض وتدي لنا نتيجة مضمونة في الاخر، ويكون طعم الفراخ طعمها حلو. طبعا احنا عاملين فتحات في الفراخ بالسكينة. فالتتبيلة طبعا هتخش جوه الفتحات دي وتدي طعم حلو جدا للفراخ. التتبيلة دي هننقع فيها الفراخ اقل حاجة عشان تدينا نتيجة مضمونة ليلة كاملة او 12 ساعة. ننقعها في التلاجة، نحطها في التلاجة ليلة كاملة او 12 ساعة عشان تدينا نتيجة مضمونة. انا هنا بس ما كانش عندي الوقت فنقعتها 4 ساعات بس انتوا لو عملتوها مدة اطول تدوها نتيجة مضمونة وحلوة جدا. خلطت كل تتبيلة وهحط الفراخ فيها. هحط الفراخ في التتبيلة، ولازم التتبيلة تكون مغطية الفراخ كويس عشان تتشرب كويس جدا من التتبيلة ويكون طعمها حلو زي ما اتفقنا. هقلبها كويس جدا بقى وهحطها في التلاجة. لما نحطها في التلاجة بس كل شوية نديها تقليبة عشان زي ما قلتلكوا تشرب من التتبيلة كويس جدا. وبرضه هجيب معلقة زيادة تأكيد هغطي الفراخ كلها بالتتبيلة. هغطيها واغطيها كويس جدا عشان ما تلقطش اي ريحة من التلاجة او اي حاجة في التلاجة تاخد من ريحة البهارات دي. اغطيها كويس جدا واحطها في التلاجة مدة زي ما اتفقنا ما تقلش عن 12 ساعة عشان ناخد احلى طعم للفراخ. معايا هنا بقى اللي خليط التغطية او الكفر اللي بره. معانا كوباية دقيق، عليها ربع كوباية من النشا، عليها البهارات نص معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود والزعتر والبصل البودرة والبهارات الفراخ، ومعلقة صغيرة مليانة كده من البيكنج باودر. احنا ممكن نخلط كل الحاجات ديت في طبق عادي، ممكن تحطوها في طبق وتنعكشوا الفراخ كده لما تيجوا تعملوها. بس انا بحب اعملها في علبة بلاستيك عشان ارجعها كويس جدا، او في كيس تلاجة كبير شوية. هحط في علبة بلاستيك، هحط الدقيق والنشا وكل البهارات واقلبها كويس جدا. زي ما قلت لكم لازم في كل مرحلة نقلب البهارات كويس جدا عشان كل حاجة تختلط ببعض. زي ما انتم شايفين قلبتهم كويس جدا. وهجيب بقى الفراخ اللي عدى عليها 4 ساعات في التلاجة، وطبعا في ال4 ساعات دول فضلت اقلبها كل شوية. جبت الفراخ هنا اهيت، ومعايا الفراخ والدقيق المتبهر ده بالنشا. معايا طبق عشان احط فيه الفراخ بعد ما بهرها بالدقيق والنشا.
اول حاجه هاخد الفراخ واحطها في الدقيق في العلبه، واقفل العلبه كويس جدا وارج كويس جدا. الرجه دي بتعمل بقى القشره الخارجيه للفراخ دي اللي بتبقى مقرمشه، بتدي شكل حلو جدا. على فكره انا هنا حاطه الفراخ بجلدها، انتوا لو عايزين تشيلوا الجلد مفيش مشكله، بس هو ما بيبقاش طعمه وحش ولا حاجه، بيبقى حلو، كمان بيساعد ان هي تبقى مقرمشه والدقيق يمسك عليها اكتر. زي ما انتوا شايفين رجيتها وهشيلها بقى. بصوا عملت كرمشه ازاي على الفراخ. هنفض بس الدقيق زياده ده واحطها في طبق على جنب. لو انتوا عاملين كميه كبيره ما تعملوش الكميه كلها وتحطها على طبق، عشان بس انا عامله هنا نص كيلو يا دوب 4 دبابيس، فانا حاطه هعملهم وبعدين هبقى اقليهم. انما لو عاملين كميه كبيره لازم نقلي على طول. هعمل برضو نفس الطريقه، هاخد من التتبيله واحط في العلبه وارجه كويس جدا. الرجه دي زي ما قلت لكم هي اللي بتعمل الشكل اللي بره من على الفراخ. هكمل الباقي بنفس الطريقه برضو. لو في بس الكتل دي في ايدينا كده او في الدقيق من جوه او على غطا العلبه نفركه، الكتل دي اللي بتعمل الشكل الخارجي للقشره دي بيبقى حلوه. افركوه بس كده ما تخلوش مكتل عشان يدي شكل حلو للقشره من بره. هنا انا خلصت الكميه اللي عندي، كميه بسيطه خلصتها بسرعه. هنا باقي التتبيله دي يا جماعه ما ينفعش ان احنا نعينها او نستخدمها مره تانية. لازم نخلص التتبيله او الفراخ اللي احنا بنعملها ونرميها على طول، عشان التتبيله دي بيبقى فيها بكتيريا وما ينفعش نستخدمها مره تانية، فنرميها على طول. هنا انا خلصت الفراخ زي ما قلت لكم. هنزلها بقى في زيت سخن جدا. ممكن تقلوا في حله او في طاسه، بس الافضل في حله عشان الزيت يبقى مغطي الفراخ كلها. هنزل بالفراخ وزي ما قلتلك الزيت لازم يكون سخن جدا. انا نزلت الاول باتنين واستنيت شويه كده، بس عشان لو نزلت بالباقي هيهدي درجه حراره الزيت وانا مش عايزه كده. واول ما نزلت الفراخ زي ما انتم شايفين كده بحرك الحله او الطاسه عشان بس الزيت يغطي الفراخ من فوق، والطبقه اللي بره تقفش مره واحده كده وتخليها تعمل شكل مره واحده، ما الكفر ده ما يقعش في الزيت. اول حاجه زي ما قلت لكم الزيت لازم يكون سخن جدا، واول ما انزل الفراخ استنى 5 دقايق على نار عاليه عشان الفراخ تقفش كده والكفر اللي بره يعمل شكله كده ما يوقعش في الزيت. وبعدين زي ما انتم شايفين بصوا النار عاليه بعد 5 دقايق بالظبط الكفر عامل ازاي. خلاص بقى شكل الفراخ كده، الكفر اتاكد ان هو مش هيقع في الزيت خالص. وبعد ال5 دقايق دول على نار عاليه ههدي النار المتوسطه او اقل من المتوسطه كمان لمده تلت ساعه. تلت ساعة ما احركهاش او اقلب فيها ولا اي حاجة عشان تستوي براحتها. طبعا احنا مش سلقينها ولا حاجة، حاطينها نية فتاخد راحتها في السوا. وبعد التلت ساعة اعلي النار كمان 3 دقايق ولا حاجة تاخد لون حلو وكده تكون استوت معانا. اما نيجي نطلعها يا جماعة نطلعها على مصفى سلك او شبكة او حاجة، ما نطلعهاش على مناديل المطبخ عشان القرمشة دي ما تفضل مقرمشة والكرات اللي برا ما يكسرش مننا. بصوا بقى شكلها حلو ازاي وجميلة ولونها جميل. لونها واخدة لون حلو كده مش محروق ولا حاجة. وقرمشتها حلوة. طبعا احنا حاطين نشا في التغطية اللي بره. النشا ده هو سر القرمشة اللي بيخليها مقرمشة. طبعا مش مقرمشة حجر انها تكسر سنانا، لا، القرمشة اللي فيها معقولة تعجبنا وتعجب الولاد. اعملوه في البيت يا جماعة بطريقة سهلة جدا، مش هتفرقوه خالص عن بره، شكل ولون وطعم وريحه. ريحته حلوه جدا وطعمه حلو جدا. زي اللي بره بالظبط، بس بالاحسن في البيت معمول بنظافه اكتر. ضامنين الفراخ مغسوله كويس واحنا نقعنا في محلول ناعم زي ما قلت لكم مش هيزيد منها اي زفاره. قدموه بقى مع كاتشب او مايونيز مع شويه بطاطس محمره كده، ممكن كمان كول سلو. الكاتشب ده عايزه اقول لكم ان انا عاملاه في البيت، ما بشتروش من بره خالص. هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. طبعا هي مستويه كويس جدا واللحم مستوي حتى ما فيهاش شده ولا حاجه. زي ما شايفين اللحم بتاعها ابيض ازاي، ما فيش اي نقطه دم خالص، والعظم كمان ما فيهوش اي دم خالص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. طبعا لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا فيديوهات جديده على طول. مع السلامه.